أهلا بكم من جديد. آمال وأحلام عريضة ومخاض أكثر صعوبة، لكن لحظة الميلاد جاءت في الموعد. في التقرير التالي لحظات استثنائية لحدث استثنائي. العيون شاخصة نحو هذه الشاشة الغراء. ترى ماذا ينتظر هؤلاء؟ العد العكسي. ثمة حدث كبير يوشك أن يبدأ الآن، وتنطلق القناة. رددي أياتها الدنيا نشيدي، ردديه وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حلا من ضوء عيدي، رددي أياتها الدنيا نشيدي. من قناة اتخذت من بشارة خير السماء سهيل اسما وشارة، ومن طاقم يعشق العمل من أجل الناس ويغامر من أجل همومهم كل لحظة. هنا طاقم عمل بجهد مضاعف من أجل هذه اللحظة، وهنا ثمرة هذه الجهود. هنا فرحة ميلاد طال انتظاره. نشكر الله عز وجل الذي وفقنا لانطلاق البث الرسمي لقناة سهيل، وهي أيضا بشرى للجماهير اليمنية بأن قناة سهيل هي قناتهم، وحقيقة الفرحة تغمرنا جميعا. إنها ذات اللحظة التي تعاظم فيها الفرحة حتى لا تعلق في الذاكرة سواها. نحن بحاجة كممثل للشعب إلى الأصوات الحرة، الأصوات الإعلامية الحرة التي أحيانا قد تضيق بها ساحات البرلمان وقبة البرلمان، فنحتاج إلى مثل هذه الأصوات الحرة، أولا التي تخلق نوعا من الوعي بأهمية الرسالة البرلمانية وبأهمية الدور البرلماني. ثانيا بعض القضايا قد لا يتسع لها الوقت لمناقشتها تحت القبة، فيجد النواب متنفسا من خلالها أن يطرحوا همومهم وأن يطرحوا على الأقل وأن يوضحوا مواقفهم من خلال مثل هذه القنوات التي تحمل هذه الرسالة العظيمة. نبارك للوطن ولأنفسنا هذه الانطلاقة، وأقول للإخوة الفنانين في أرجاء الوطن: ها هي سهيل أتت تفتح ذراعها لكل المبدعين المنطلقين، أصحاب الإعلام الهادف، أصحاب الرسالة، أصحاب الفن الرسائلي النظيف الشريف الملتزم بقضايا الناس وهمومه. قناة سهيل هذه قناة اليمن، قناة الشعب، قناة المبدعين، قناة الموهوبين. لسنوات طويلة ظل الناس في اليمن يحلمون بالمنبر التلفزي الحر، وها هي قناة الناس سهيل تنطلق مساحة لكل اليمنيين، بعيدا عن تصنيفات السياسة، بعيدا عن أي حسابات ضيقة. والله هو الحلم الذي انتظرناه طويلا، أن قناة سهيل انفتاحها، وإن شاء الله سوف تكون انعكاس للشارع اليمني وللمواطن وهمومه ومعاناته إن شاء الله. نحن سعداء جدا في هذه اللحظات، لأننا رأينا جهد الأيام السابقة يعني تبلور اليوم في البث الرسمي. حقيقة هذه اللحظة هي التي ننتظرها منذ فترات، منذ سنوات، وحقيقة هي فترة المولود الجديد. الفرحة لا تكاد تتصور، رغم الآلام ورغم العناء ورغم التعب، لكن فترة الانطلاقة الحقيقة أنستنا كل هذه الآلام والمتاعب. كل واحد هنا يعبر عن جمال اللحظة وفرحتها بطريقته، في وطن أندر ما فيه الفرح. طموحنا عالي، نتمنى أن نقدم كل ما يخص هذا الشعب وكل ما يخص المواطن وأي مشاهد، نتمنى أن يجد نفسه في كل برامجنا. لحظة ليست ككل اللحظات تشهد بها عيون هؤلاء، وآلاف الرسائل تتوارد من كل حدب وصوب. إنها اللحظة التي تشعرك بأن الأحلام الكبيرة يمكن أن تتحقق طالما تضافرت الجهود وتوافرت العزيمة والإرادة.